السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم عباره عن وصفه اللي هي وصفه ديال البانكيك مزينه بصوص الشوكولا ولوز كراميليزي. هاد الصوص اللي كنت حضرت في الفيديو السابق غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للمكونات غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق ابيض ولا ربع دقيق ابيض، 2 بيضات، 4 يطرو ديال الحليب بارد، 5 المعالق كبار ديال زيت نباتيه، ساشي ديال خميره، ساشي ديال فاني، قبيصه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال سنيده. في الاول غنخلطوا البيض مع السنيده وساشي فاني ديك قبيصه ديال الملحه، ونخلطوا المكونات مزيان حتى تذوب لنا سنيده مع الفاني. هاد المقادير الا درتوهم هكذا بهذا القياس مضبوطين راه كيطلعوا دي بانكيك زوينين بزاف ناجحين 100%، تيكونوا خفافين وكيكونوا مهويين من الداخل. هنا ضفت الزيت، 5 المعالق كبار ديال الزيت، غادي نحركو مره اخرى. من بعد غادي نضيفو الحليب تيكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش بارد، يعني ماشي نخرجوا من الثلاجه ديك الساعه بارد بزاف ونضيفوه للخليط. نخرجوه واحد 5 دقائق 10 دقائق من قبل، يعني قبل ما نوجدو، قبل ما نبداو في تحضير هذا البانكيك غنخرجوه من الثلاجه. كيش كتشوفوا ضفنا الحليب وكنخلطوه. من بعد غادي نضيف الدقيق، من بعد ما كتغربلوه غنضيفوه دفعه واحده مع الساشي ديال الخميره، ونحركوه عاوتاني مزيان، نحركوه غير بشويه. كيف كتشوفوا هنايا غادي نحركوه غير بشويه باش ما يتزلعش لنا الطحين، يخرج لنا على البول اللي كنخلطوا فيه المكونات. انا كنخلطو مزيان بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، وراه كتشوفوا القوام ديال الخليط راه كيجي بحال الكيكه تقريبا، تيجي الخليط ديالو عقد، يعني في الخفه ديالو وفي القوام ديالو فحال ديال الكيكه. بعد ما سالينا غادي ندوز مباشره نطيبوهم. كناخذوا مقلاة اللي ما كتلصقش وكنوضعوا فوق عافيه متوسطه، وكنديروا جهد مغرفه بحال هكايا كيف كتشوفوا في الصوره. هنايا يخرج لي شي شويه في الجن، معليش، غادي نخليه حتى ينشف وغنحيدو داك الخبط اللي في الصوره. كيف كتشوفوا راه كيتقب بحال البغرير. ملي كتشوفوا البانكيك ديالكم دار هاد الفقاعات من الفوق ودار هذا الثقوب هادو، عرفوا راه ناجح لكم البانكيك 100%. وغتنقصوا البوطه تكون عافيه مهيله، ماشي يعني ضعيفه بزاف وماشي مجهده، باش هكا ما يتحرق لكمش البانكيك، لحقاش راكم عارفين فيه سنيده راه كيتحمر. هنا من بعد ما طاب من الجهه السفلى قلبته، ومره مره غنبقى ندورو باش ياخد يعني يتحمر كله من التحت او من الوجه ديالو، غادي نحاولوا يتحمر كامل. على كيف كتشوفوا في الصوره. دابا من بعد ما وجد لينا غادي نضيف واحده اخرى. انا قربت الصوره باش تشوفوا، كيجي كما قلت لكم بحال البغرير في الطياب ديالو. وهاد الوصفه هذه بهاد المقادير راه كيطلع ناجح البانكيك 100%. ما تيجيش شي مدقص، بالعكس يجي مهوي من الداخل وخفيف ولذيذ. بعد ما طاب من التحت غادي نقلبوه باش يطيب من الجهه الاخرى. كيف كتشوفوا راه كيتنفخ. هاد البانكيك كيحمقوا عليه الوليدات الصغار، ديروا لهم في الفطور ولا في الكوتي.
ملي كيكون على هذا الشكل عرفوا راه البانكيك ديالكم راه ناجح 100%. انا بغيت نصور لكم يعني واحد العدد ديال لي بانكيك اثناء الطهي باش كتاكدوا بان راه ناجح كله، وراه طيبته في نفس الوقيته، غير كي خلطت المكونات دزت كنطيبو، ماشي خليته يرتاح ولا يخمر ولا، راه كيوجد بسرعه. من بعد ما وجد كنقدروا نقدموه هكا وحده فوق من واحد فوق وحده يعني، وكنزينو بداك صوص الشوكولا اللي صايبت في الفيديو السابق كما قلت لكم. ديك صوص الشوكولا اقتصاديه وناجحه 100% ولذيذه. وهنايا استعملت اللوز كراميليزي. هاد اللوز هذا راه فايت حضرته في يعني وجدته في واحد الفيديو سابق ايضا، في فيديو ديال الكيكه الشوكولات. غنخلي لكم الرابط ايضا اسفل الفيديو في صندوق الوصف. انا خديت البوشادي وغنعمرو بالشوكولات، يعني القياس اللي غيكفيني باش نزين به البانكيك. كيبقى التزيين كيف كتبغيو، يعني خطوط عشوائيه. غنديروا خطوط فوق البانكيك ديالنا. كيبقى التزيين من اختيار ديالكم، ويمكن لكم تدهنوهم بالعسل والزبده بلديه، اولا بالعسل فقط اولا الكونفيتور، كيبقى لكم الاختيار. هنا بعد ما زينتهم بالشوكولاط غادي ندوز نضيف اللوز. ويمكن لكم تقدموهم على اشكال فرديه على هذا الشكل هذا، تحطوا لكل واحد في الطبيصيل ديالو واحد البانكيك وتزينوهم على هذا الشكل. تيبقى الاختيار ديالكم. وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ولا ما كنتوش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس. على خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.